السلام عليكم. ميرو عندي 2 لتر الا ربع من زيت الزيتون، مش بستخدمهم وبقالهم فترة، واعتقد ان هم بقوا اكسباير ومش هعمل بيهم حاجة. ينفع اعمل بيهم حاجة؟ هاتهم لي حالا واحنا نعمل بيهم اجمل صابون للبشرة وللشعر وللشاور. 24 قطعة من صابون زيت الزيتون هعمله بطريقة سهلة جدا ومبسطة جدا. لو أول مرة بتشوفوني، أنا أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي. يعني النهاردة هنشتغل على 2 لتر من زيت الزيتون، 2 لتر إلا ربع. محتاجة لهم في حدود من 500 ل 600 جرام ل 700 جرام لحد 800 جرام من السوائل. أنا تمام. وهحتاج لل2 لتر الا ربع من زيت الزيتون دول 250 جرام من الصودا الكاويه، وهقول لحضراتكم الكميات دي كانت بناء على ايه. كل لتر من الزيت انا باخد له 150 جرام من الصودا الكاويه، وبالنسبه للسوائل من 300 ل 500 جرام من السوائل. فلو حضراتكم حسبتم الموضوع بحسبه بسيطه كده، هتلاقوا ال2 لتر الا ربع هياخدوا من 500 ل 800 جرام من السوائل زي ما حضرتك تحبي، و250 جرام من الصودا الكاويه. بننزل الاول بالميه وبننزل عليها بعد كده بالصودا الكاويه، كوستيك، هيدروكسيد الصوديوم، دي بوشار، حجر تسليك مجاري. ارجوكم تكونوا لابسين في ايديكم جلافز علشان الابخره اللي بتطلع لا ينفع تطلع على بشرتكم ولا ينفع حضرتك تستنشقيها. لو لا قدر الله جت على ايدك قطنه كده وفيها خل. وكل فيديو بعمله بقول على التعليمات دي علشان الناس اللي بيتابعونا لاول مره. وللحصول على افضل نتيجه للصابونه هنركن الصودا الكاويه في الميه ليله كامله. وده الزيت الزيتون بتاعنا، الازازه الكبيره دي لتر، والازازه المغطى اصفر دي 500 جرام او نص لتر، والازازه الصغيره خالص دي 250 جرام، يبقى التوتال كله 2 لتر الا ربع. طيب، من المعروف ان زيت الزيتون بتكون رغوته مش احسن حاجه، فاحنا علشان نظبط موضوع الرغوه محتاجين لاي ماده من المواد الرغويه زي مثلا التكسابون او الكبرلان او البي بي 4. ولو حضرتك مش قادره توفري المواد دي، فانا استبدلتها بقطعه صغيره من صابون الدورو بزيت الزيتون. بحب جدا جدا صابون الدورو بكل انواعها، سواء الجليسرين، وبحب اشتغل بيها جدا في كل وصفاتي. وصابون الدورو بالجليسرين اخدت منها حوالي ربع قطعه، يعني لسببين: اول حاجه علشان الريحه، وتاني سبب علشان تديني صلابة للصابون، وتالت حاجة علشان أعزز الرغوة بتاعة صابونة زيت الزيتون بتاعتي. طبعا لو حضرتك عندك تكسابون تقدري تحطي معلقة، حضرتك عندك بيبي فور أو معزز رغوة برضو حضرتك تقدري تحطي معلقة كبيرة. ولكن أنا بشتغل بأبسط الإمكانيات على اعتبار إن حضرتك عندك زيت زيتون خلاص بقى اكسباير ومش عايزة ترميه، فهتعملي الوصفة بكل بساطة وسهولة. في الاول كنت اخدت 300 جرام من السوائل، يبقى انا كده فاضل لي 200 جرام. انا النهارده هشتغل على 500 جرام. اخدتهم سخنتهم وحطيتهم على ربع الصابونه وبدات ان انا ادوبها. عايز تاخديها تدوبيها على النار مفيش اي مشكله خالص. هبدا ان انا انزل بزيت الزيتون على الصابون اللي انا دوبته. حضرتك عايز تاخدي اكتر من كده صابون مفيش مشكله، يعني عايز تاخدي نص صابونه كامله مفيش مشكله. عايزه تستغني خالص عن موضوع الصابون وتستبدليه بالشاور، الشاور جل هيبقى تحفه واحسن بصراحه، وهيريحك من موضوع بشر الصابون وتدويبه والكلام ده كله. ولكن انا لاني بحب صابون الدورو بالزيت الزيتون حبيت ادخلها في الصابون بتاعي النهارده. فتحنا ال3 ازاز من الزيت، وسامحونا بقى لو اخدنا شويه وقت كده صغيرين، بس علشان صاحبه الزيت تكون شايفه الزيت كله انه تم استخدامه في الوصفه بتاعه النهارده، لاني هبعت لها اللينك بتاع الفيديو ده. معايا معلقه صغيره من الملح، والملح بيديني صلابه حلوه قوي للصابون، وفي نفس الوقت بيديله طهاره، وفي نفس الوقت بيأخر لي عمليه التصبن. يعني مش بمجرد ما انزل بالصودا الكاويه على الصابون بتاعي او على الزيت بتاعي يعني يدخل على طول في عمليه التصبن وملحقش ان انا اقلبه بشكل كويس. طب زي ما حضراتكم شايفين محتاجه ان انا ادوب المكونات بتاعتي مع بعض كويس قوي قوي قوي، الزيت مع الصابون مع معلقه الملح. ودلوقتي هبدا انزل بالصودا الكاويه اللي انا كنت ركناها ليله. وللامانه انا ركنتها يومين مش يوم واحد، يومين كاملين مش ليله واحده، ومفيش اي مشكله. بس اهم حاجه تكوني مغطياها، لان كتير من حضراتكم بيبعت يسالني: يا ميرو انت قلتي ان نركن الصودا ليله فتلخمنا فتشغلنا فما قدرناش نعمله تاني يوم. مفيش اي مشكله خالص، بس اهم حاجه تكوني مغطياها. بعد ما بنزل بالصودا الكاويه محتاجه تقليب ما لا يقل عن ربع ساعه، تقليب متواصل عشان حضرتك ما تزهقيش. لازم تكوني قاعده علشان بس الموضوع ما يبقاش مرهق. احنا بنعمل حاجه نستفيد منها مش حاجه تتعبنا وتزهقنا.
زي ما حضراتكم شايفين مع التقليب هتبصوا تلاقوا القوام بدأ يتقل معانا. زيت الزيتون لما بعمل بيه الصابون ليه فوائد كتير قوي قوي. عامة فوائد صابونة زيت الزيتون بتديني ترطيب حلو قوي للبشرة، بتخفف تصبغات الجلد او البشرة، بتزود نضارة البشرة، بتقضي على خشونة الجلد عن طريق ازالة الخلايا بتاعة الجلد الميتة، وكمان بتكافح علامات الشيخوخة. المكون اللي انا هحطه دلوقتي ده العشق، واول ما بقول العشق كل الناس بتعرف ان ميرو هتستخدم الوان. طيب الوان العادية مش هتثبت في الصابون بسبب الصودا الكاوية، فبنضطر نستخدم الالوان اللي هي المايكا اللي هي خاصه بالصابون. وعلى فكره الوان المايكا اللي مش عارف يوفرها، البديل بتاعها لو عند حضرتك اي شادو متكسر تمام، احنا بنجيبها من عند محلات مستلزمات صناعه المنظفات في ميدان باب الشعريه وشارع الجيش. الكيلو بتاعها بيبقى في حدود 800 جنيه. طبعا حضرتك لو هتعملي ليكي انت في البيت مفيش اي مشكله، وخصوصا ان انا زي ما حضراتكم شفتوا كده يعني في نهاية الفيديو أو في بداية الفيديو ما كانش اللون الأخضر يعني اللي هو بشكل واضح قوي أو بشكل ملحوظ قوي. وكل صابونة ما بتقعد معايا كل ما لونها بيفتحها على فكرة، ولكن برضو هي باينة ان هي مش لون الصابون العادي. انا بس يعني محتاجة اكيد ان انا افرق ما بين صابون زيت الزيتون وما بين الصابون العادي اللي انا بعمله من الزيت المستعمل. لو حضراتكم لاحظتوا ان انا دوبت الوان المايكا في جليسرين، لان طبعا كلنا عارفين ان الوان المايكا مش بتدوب في الميه، هي بتدوب في الزيوت. كان ممكن احط كده شويه صابون زي ما حضراتكم شفتوا بدون جليسرين، ولكن طبعا الجليسرين اكيد هيديني نعومه وترطيب حلو قوي للصابونه. طبعا ما بكترش الجليسرين علشان خاطر لما بيكتر بيقلل رغوه الصابون. دلوقتي خليني احط معلقه صغيره من الزيت العطري، وده برضو اختياري لان طبعا زيت الزيتون بتكون ريحته مش احسن حاجه، وخصوصا لما بيكون مركون عندي. انا مش هحط كتير، انا هحط معلقه كبيره مش مليانه قوي. برضو نلاحظ ان هو لما بيكتر معايا من الحاجات اللي بتقلل رغوه الصابون، فنكون حريصين في موضوع استخدام الجليسرين والزيوت العطريه. كتير جدا من حضراتكم بيشتكي ان الزيت العطري ما بيثبتش في الصابونه وريحته ما بتكونش باينه. هو لما بيتحط لازم بيتحط في الاخر خالص بعد مرحله التصبن. حضرتك عندك قوالب سيليكون ما عندكيش، حضرتك هتجيبي علب لبن او علب عصير وهتغسليها كويس جدا جدا وهترشيها كحول، علشان طبعا ده صابون بشره لازم حضرتك تكوني ملتزمه انك تطهريها او تعقميها كويس. الصابون لو انا حطيته في قوالب بسيبه لحد ما ينشف عادي جدا، وبعدين بطلعه من القوالب علشان يتهوى من جميع الجهات والجوانب. انما لو حضرتك حطاه في علبه زي علبه اللبن او علب العلب اللي هي بتكون قطعه واحده على بعضها، يبقى لازم نقطعه اول ما يبدا ينشف على طول. يعني خلاص هو تماسك واقدر كده ماشي فيه السكينه، يبقى اقدر اقطعه السكينه او القطاعه او ايا كان. ليه؟ لان هو لو نشف مني هيتكسر مش هيتقطع. يا ريت نكون حريصين بس على الموضوع ده. قوالب السيليكون عامه موجوده في حمام التلات او في الموسكي يعني. بس طبعا حضرتك لو هتعملي ليكي في البيت مش محتاجه انك تزودي على نفسك التكلفه، احنا طبعا بنجيبه علشان الشغل. الصابون بينشف بعد قد ايه؟ انا معايا نشف بعد يومين، يعني انا عاملاه اول امبارح. طبعا درجه الحراره بتاعه الجو بتفرق، نوع الصودا الكاوية نفسه بيفرق، المكان لو جيد التهوية يبقى هينشف معايا بسرعة، لو المكان ما فيهوش تهوية كويسة قوي طبعا مش هينشف معايا بسرعة. ده كان شكله على فكرة ما كانش برضو ناشف بشكل كامل، لان انا لما جيت اطلعه من القوالب زي ما حضراتكم شايفين بعض الاحرف اهي كانت بتتكسر معايا او بتتهري معايا. ما ينفعش بأي شكل من الأشكال نستخدم الصابون قبل مرور 40 يوم علشان يكون آمن على بشرتنا، لأنه طبعا ده فيه صودا كاوية. فنستنى 40 يوم شهرين مفيش أي مشكلة. وكل الصابون ما بيقعد معايا كل رغوته ما بتزيد وجودته بتعلى. يعني استنيتي 3 شهور تمام، استنيتي 4 شهور تمام. ولو عايزة المعلومة الأكيدة علشان تحصلي على أفضل صابونة يبقى 6 شهور. مش مقتنعة بموضوع 6 شهور خلاص يعني استخدميه بعد شهرين مفيش أي مشكلة، علشان يكون آمن على بشرتك وما يسبب لهاش أي التهاب. بصوا انا المقطع ده مش هقطعه اهو، مش هفصله، بس انا مجريه طبعا عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده. بصوا رغوته عامله ازاي، وما شاء الله كل ما بيقعد كل ما رغوته بتزيد. طبعا احنا لسه عاملينه من يومين فطبيعي ان الرغوه يعني ما تبقاش احسن حاجه، ومع ذلك رغوته حلوه جدا. ما تنسونيش في دعوه حلوه، وما تنسوش لايك واشتراك في القناه. اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.